جهزت المية؟ تمام. جهزت الأكل؟ تمام. جهزت المكتب؟ تمام. جهزت الورق والقلم؟ تمام. قفلت الموبايل؟ تمام. يلا نسمي الله ونبدأ. طب ايه، هنفضل كده كتير؟ البداية ومشاكلها. الخطوة الأولى بتاعتك بتاخدها في شهر، في غيرك بياخدها في سنة، وهكذا. خطوتك الأولى أهم من أي حاجة، لأنك بتكسر بيها حاجز خوفك، حاجز أنت بتحطه بعقلك هو اللي عامل فيك كده، محجمك ومخليك حاسس إنك غلط. طب الحمد لله ربنا كرمك وكسرت الحاجز الأول، ليه ما بتكملش؟ لأنك ببساطة مش عارف راسك من رجلك، مش عارف بتعمل ايه وليه والقد ايه ونهايتك فين، فالدنيا بتعوم منك. انا الدنيا عمت مني كتير في حياتي، بتبقى قاعد نفسك تكمل اللي بدأته بس لا. طب ايه الحل؟ الحل انك بتحدد وقت معين. لو الدنيا بتولع حواليك تولع، انت مركز في اللي في ايدك. اول اسبوع بيكون صعب كانتظام، بس اول شهر اصعب من اللي بعده. لو فضلت شهر بتنتج بشكل يومي حتى لو ساعة، يا عم نص ساعة. انا الفيديو اللي بيطلع قدامك ده بياخد مني حوالي ساعتين كله، هو مش اقوى حاجة بس احسن من مفيش. طب خلاص نويت انك تعمل كده، تختار الساعة ازاي او الوقت اللي هتشتغل فيه؟ ده فيه 24 ساعة، يعني كتير جدا. هقول لك، اول لما تطلع من صلاة التراويح على طول، او اول لما تخلص صلاة العشاء، هتكون دي اشارة للشغل. وانت مش عايز اكتر من انك تدي لنفسك نص ساعة يوميا. وفي ايام بتبقى مش قادر تنتج، على الاقل اعمل اسهل خطوة في الشغل. لو مذاكرة نظم اللي وراك، ولو شغل اعرف وراك ايه، ولو طبيخ شوف المكونات موجودة ولا لأ، ولو أي حاجة ممكن تبسط الموضوع ولا حاجة تخلص في 10 دقايق اعملها. بس لو الموضوع أصلا صعب تاخد كمان خطوة فوق الخطوة دي، يعني لو كتاب هتاخد صفحة بس واقفل. طب هو أنا مش عارف إني بستعبط وإني مجرد ما آخد المعلقة دي هتشد يعني؟ لا، ما هو أنت خليك قد كلمتك وما تكملش فعلا بعد المدة. أهو أنت خدت خطوة زيادة عن الباقيين وما وقفتش. مجرد ما بترجع تقف بتحتاج بنزين أكتر عشان تتحرك، ولو كل شوية هتقف وترجع هتحرق نفسك من غير ما تلحق تعمل حاجة من اللي كنت عايزها، وهترجع ما تكملش. بس سواء جربت أو لسه هتجرب، فالمهم ما تبطلش تحاول.